فيلمنا بيبدأ مع ماكس وهو عند دكتور نفسي وبيحكي له قصته وإنه اتولد وعنده موهبة غريبة شوية، وهو إن أي حد بيشوف وشه بيموت. وبيحكي له إن الموضوع بدأ من لحظة ولادته، أول ما الدكتور والمساعدين بتوعه شافوه وقالوا إنه أجمل طفل في العالم، وبعدها بلحظات جات لهم سكتة قلبية وماتوا، وإن الوحيدين اللي قدروا يشوفوه ما يموتوش هم أبوه وأمه، واللي اضطروا إنهم يتنقلوا المدينة معزولة لتقليل حوادث الوفيات اللي بتحصل بسببه. ومن ساعتها هم لافين وشه بالشاش، وبقى يلبس نظارة شمس دايما عشان يداري جماله اللي بيقتل الناس. لكن الدكتور ما بيصدقوش وبيقول إن الموضوع ده ممكن يكون قصة هو اخترعها بسبب الاكتئاب اللي عنده. وفجأة أهل ماكس بيسمعوا صوت دبة جامدة على الأرض، وبيدخلوا يلاقوا إن ماكس قلع النضارة والدكتور جات له سكتة قلبية ومات قدامه، وبيبلغوا البوليس وبيكون مفيش خطر على ماكس إنه يتقبض عليه. وبيوصلوا البيت وبيكون دان صاحب ماكس موجود معاهم على الغدا، وبيقترح جان والد ماكس إنه يسجل في تطبيقات المواعدة عشان يبدأ إنه يخرج من البيت اللي حابس نفسه فيه دايما. وبيروح ماكس أوضته وبيطلب من دان إنه يضربه بالطوبة في وشه على أمل إنه يشوهه وما يموتش أي حد يبص له. وبيضربه فعلا وبيروح المستشفى وبيلاقي إن كل الموجودين بيبصوا له باستغراب بسبب الشاش والنضارة. وبيقابل أليكس وبيستلف منها المجلة بتاعتها عشان يحطها قدام وشه عشان يمنع الناس إنها تبص له لحد ما بيجي دوره في الكشف. وبيخلص المستشفى وبيرجع البيت وبيجي له دان بيقول له انه ظبط له في الفالنتين خروجه مع بنت وانه هيخرج معاها بالعافيه. وبيقابل اريكا وبيبقى ديد غريب ويدي لها هديه منديل متخيط عليه اسمها، وبيحاولوا انه يفتح معاه اي حوار لحد ما بيلاقي واحد اسمه كريك جاي بيتريق عليه وعلى وشه وبيبوظ خروجه ماكس، فبيقرر انه ينتحر من على الكوبري. وقبل ما بينط بتجيله اليكس وبتقول له انه لو ناوي ينتحر لازم يدور على جسر اعلى من كده عشان يموت بسرعه، وبتسيبه وتمشي. وبيقول لها انها المفروض تقول له كلام يمنعه من الانتحار، لكنها بتكون واثقه انه مش هينتحر، وبتقول له انه هيموت عجوز في سريره ومش هيموت النهارده. وبتعرض عليه انه يجي معاها مشوارها، وبتاخده وبيروح دار المسنين وبيقضوا اليوم مع استر وصاحبتها روزماري. وبعدها بتاخده اليكس بتوصله لحد بيته عشان تتاكد انه مش هيروح للجسر تاني، وبيطلب منها انه يقابلها تاني بكره، لكنها بتتاسف له انها مش هتقدر. وبيفهم اليكس انها مش عايزه تشوفه وبيودعها وبيدخل البيت، وبيحكي لدان عليها وانه كان يتمنى يشوفها تاني. وبيقول له دان انه يروح محطه الاتوبيس اللي ركبوا منها سوا يمكن يقابلها صدفه تاني. وبيجي تاني يوم وبيفضل قاعد في محطه الاتوبيس وبيلاقيها جت وبتساله ان كان بيطاردها، وبيقول لها انه حابب يشوفها ويخرج معاها تاني لو مش هتمانع. وبتوافق وبتاخده المول وبيشتروا كميه كبيره من الكاندي وبيملوا البانيو بيه وبيقعدوا فيه. وبيقول لها اليكس انه اتولد بوجه جميل لدرجه الموت، وبتقول له انها عارفه وانه مشهور جدا في المدينه وبالذات في المستشفى اللي اتقابلوا فيها، وانها كانت في المستشفى لانها عندها مرض نادر في قلبها وانها ماشيه بجهاز لمراقبه قلبها وحالتها مستقره حاليا. وبتاخده وبيروحوا سينما سوا وبتبدل الميه اللي معاه بفوديكا، وبتقول له انها كانت بتحلم انها تشرب مع صديقها في السينما لكنها عمرها ما عملت كده لان ما عندهاش اصحاب. وبيدخلوا السينما سوا وما بيقدرش ماكس انه يروح بيته لوحده، وبتروح معاه وبتشوف كل الحاجات اللي مخيطها ومعلقه في اوضته، وبتطلب منه انه يعمل لها واحده. وبيسالها عن اللمبه الموجوده في الجاكيت اللي لابساه وبتقول له انها لمبه الخطر وبتنور لو قلبها حجمه زاد عن الطبيعي او حست بمشاعر قويه وده بيضرها. وبيلاقي اهله داخلين عليه وبيستغربوا ان ماكس ليه صديق تاني وكمان بنته موجوده معاه في الاوضه، وبيعرفوه على بنت اسمها يوشين واللي هتعيش معاهم في البيت تبع برنامج التبادل الطلابي لحد ما تخلص دراستها. وبيروحوا تاني يوم للتخييم في الغابه وبتجبره جان انه ياخد يوشين معاه، وبيوصلوا للغابه وبيجي الليل وبتقول له اليكس انها بتتمنى تشوف وشه، وبيطلب منها انها تغمض عينيها وبيخلع الشاش اللي على وشه وبيربطه على عينيها وبيخليها تلمس وشه وتحاول انها تتخيل شكله عامل ازاي. وبيرجعوا تاني يوم من رحله التخييم وبيتصل ماكس باليكس عشان يخرجوا، وبتقول له انها بتساعد والدتها في البيت وما تقدرش انها تخرج لكنها في الحقيقه بتبقى في المستشفى بسبب مشكله في قلبها وبتخبي عليه. وبتطلب جان من ماكس ودان انهم يخرجوا شجره عيد الميلاد القديمه قدام البيت، لكن يوشين بترمي سجاره بالغلط عليها وبتولع فيها. وبيحاول دان انه يبعدها عن البيت لكن ايده بتتلسع، وبياخدوا ماكس وبيروحوا المستشفى وبيلاقي ان اليكس هناك وبتعامله بطريقه وحشه قدام مامتها، وبتقول لها انهم شغالين في دار المسنين وانهم زمايلها مش اكتر. وبيقابلها تاني يوم وبيسالها عن طريقه تصرفها معاه، وبتقول له انها مش معرفه والدتها ان ليها اصحاب اطلاقا والا هتخاف وتترعب عليها اكتر، وان والدتها موافقه على تطوعها في دار المسنين بالعافيه. وبيروحوا يزوروا استر وبتكون روزماري تعبانه جدا وبيطلعوا يطمنوا عليها وبيلاقوها عايشه على الاجهزه. وبتحزن اليكس وبتطلع من اوضتها وبيروح ماكس وراها، وبتقول له انها كده بتتعذب اكتر وان الدار مجبره على محاوله انقاذها حتى لو كانت بتتعذب من الاجهزه. وبتطلب منه انه يريحها من تعبها وانه يوريها وشه وبكده هتموت وترتاح من العذاب اللي هي فيه. وبيقول لها انه مش عارف ان اللي بيموتوا اما بيشوفوا وشه بيتعذبوا ولا لا، لكنه موافق انه يريح روزماري. وبيدخل لها اوضتها وبيمسك ايديها وبيقلع الشاش اللي على وشه وبتبص له روزماري وبتضحك له وبتتوفى وهي مبتسمه. وبتعدي فتره وبتختفي اليكس من حياه ماكس، وبيحاول انه يتصل بيها لكنها ما بتردش عليه لحد ما بيقرر انه يروح لها بيتها، وبتقول له ان الدكاتره قرروا انهم يرفعوا جرعه الادويه بتاعتها بسبب تدهور حالتها، وان لمبه الخطر منوره دايما بسبب زياده حجم قلبها عن المعدل الطبيعي. وبيحمل ماكس نفسه الذنب انه سبب في تدهور حالتها بسبب انها بقت تخرج معاه وتتحرك معاه، وده أثر عليها بالسلب وخلاها تعمل مجهود زيادة عن المعتاد. وبيسألها لو كان في إيده حاجة ممكن يساعدها بيها، وبتقول له إنه ممكن ياخدها في حفلة الرقص اللي في مدرسة دان.
وبيروحوا سوا الحفله وبيقرروا انهم هيلبسوا لبس غريب عن الباقي، وبيرقص ماكس مع اليكس لحد ما بتحس انها تعبانه شويه وبتستاذن ديها وبتقول انها ترجع له تاني. وبيكون دان مع حبيبه كريج القديمه وبيتخانق معاهم، وبالعافيه بيخلع كريج القناع بتاع ماكس قدام صديقه دان وبتشوفه وبتقع على الارض وبتموت. وبيجي البوليس بيقبض على ماكس وبيشوف الاسعاف وهي واخده اليكس للمستشفى، وبيقضي يوم في الحبس وبيخرج من القسم وبيروح يطمن على اليكس وهي في المستشفى، وبيشوف الادويه اللي معاها في شنطتها وبتاخدها، لكنه بيلاقي انها ادويه حموضه وبيفهم انها بتكذب عليه وانها مش عايزه تاخد ادويتها اصلا لانها عايزه تموت. وبتقول انها من صغرها وهي عايشه على الادويه اللي ملهاش لازمه، وانها مش عايشه حياتها وكل اللي بتعمله يا دوب بيأجل موتها بس تأجيل بسيط، ودايما محبوسه في بيتها وما بتروحش المدرسه ولا الجامعه، وممنوع عليها انها تحب او تبين اي مشاعر قويه. وبتقول له انها فكرت كتير ازاي تطلب منه اللي هي عايزاه، وبيفهم انها عايزه تطلب تشوف شكله، وبيرفض طلبها وبيقول لها انها مش عارفه احساسه لما بيشوف حد قدامه بيموت بسببه، وبيسيبها وبيرجع بيته وهو بيعيط، وبيحاول انه يشوه وشه باي طريقه، وبيمنعوا اهله من اذيه نفسه، وبيخلع الشاش اللي على وشه وبيفضل يعيط، وبيشوف وشه القط بتاع يوشين من غير شاش فبيموت هو كمان. وبيروح ماكس المدرسه وبيقابل دان اللي بيعاتبه ويساله عن سبب تجنبه لاليكس، وان اللي بيعمله ده غلط وما ينفعش انه يبعد عنها وهي محتاجه له، وانها لو ماتت هيندم ان ما جاتلوش فرصه يودعها فيها. وبيروح لها المستشفى وبيعلق على حيطه اوضتها كل اشكال الخياطه اللي عملها، وبيدي لها اللي عملها لها مخصوص، وبيتاسف لها انه بعيد عنها وانه مش عارف يودعها ازاي ولا عايزها تموت وتسيبه، لكنه مستعد انه ينفذ طلبها. وبيقول لها تغمض عينيها وبيقلع الشاش اللي على وشه وبينام جنبها على السرير، وبتفتح اليكس عينها وبتشوف ماكس لاول مره، لكنها ما بتموتش لما بتشوف شكله، وبتتعب بس مؤقتا، وبيطلب لها الدكاتره عشان يلحقوها، وبيفضل ماكس نايم جنبها وياخد باله منها لحد ما اليكس بتتوفى وتسيبه. وبتسقط التهمه اللي كانت ضده عن قتل زميلته، اما الطب الشرعي قال ان وفاتها كانت وفاه طبيعيه. ومن بعدها قضيته اتصدرت كل الاخبار والجرايد، وناس ما صدقتش ان في طفل ممكن جماله يبقى قاتل، وناس تانية اتمنوا لو يقدر يساعدهم، وانه لقى طريقه يقدر يساعد بيها الناس اللي محتاجاها، وهي انه ينهي عذابهم وتعبهم بطريقه بسيطه ومش مؤلمه. وان اهم درس اتعلمه ماكس من اليكس ان شكله مش قاتل لكل الناس، وان الناس اللي بتحبه بدون سبب هيعرفوا انه مش شكله هو اكتر حاجه جميله فيه، وان شخصيته وقلبه اجمل بكتير من شكله الخارجي. وده كان سبب ان اليكس ما ماتتش اما شافته لانها كانت بتحبه. وبيجي كريج عشان يعتذر له عن اللي عمله، لكن ماكس بينسى انه يلبس الشاش وبيروح يفتح له الباب، واول ما كريج بيشوفه بيقع ميت. يستاهل. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.